مساجد نيوزيلندا وبعدها كاتدرائية نوتردام والمسجد الأقصى بنفس اليوم، وبعدها هجمات كنائس وفنادق سريلانكا. هون بدي أرجع معكم شوي لورا. سريلانكا كانت خاضعة لحروب أهلية انتهت بال2009، وبآخر فترة تعرضت مساجد المسلمين لهجمات عديدة من قبل فرع من فروع البوذية. لهيك السلطات هناك أعلنت حالة طوارئ، وبالرغم من هالتجديد فبيوم عيد الفصح المسيحي وبيوم كانوا فيه الأبرياء من النساء والأطفال والبني ادمين يلي مثلهم مثلنا قاعدين بيصلوا بامان الله، بتقدر مجموعة مجرمة بشعة شنيعة من انها تخطط منيح لتعمل هالعمليات القذرة. تتالي هالاحداث بهالسرعة بين كنيسة وجامع بتاخذك لحيز من التفكير بخليك تشك اكثر واكثر بانه في اشي عم ينطبخ، في شيء بيشبه الاحداث يلي سبقت احتلال العراق وافغانستان، في شيء بخليك تحس بانهم عم يجهزوا مجموعة حجج قدام المجتمع الدولي ليغزوا بلد معين. قد يكون ايران وقد يكون سوريا، قد يكون قطر وقد يكون السعودية، قد يكون بلد عربي او بلد غير عربي، بس الاكيد الغزو رح يصير بعد التشويه الاعلامي للاسلام، التشويه يلي بلش من الثمانينات وما توقف ولا رح يتوقف، ما دام في فارة صغيرة مزروعة فينا والعالم كله عم يخدمها وعامل لها كيان محتل لتاكل محاصيلنا وتحتل بيوتنا وتفرقنا وتقلعنا وتقضي على كل دين، وكل حدا بيحاول يوقف ضدهم. اليوم الدور على المسلمين وبكرة على المسيحيين. لما تعلقهم بين بعض فانت عم تخليهم يدمروا بعض، لتتسيد الساحة انت وتهدم وتعمر وترأس العالم مثل ما بدك واكثر. الموضوع يا جماعة الخير حتى مش يهودي، الموضوع اقتصادي استعماري كبير، الموضوع هو استغلال اي شيء بخلينا نتفرق ونروح نركع تحت رجليهم ونقولهم مشان الله مشان الله انتوا احكمونا وريحونا، استعبدونا انتوا وريحونا، استعبدونا احسن ما تخلوا يلي من اهلنا وناسنا يستعبدونا، استعبدونا احسن ما تتركوا اولاد امنا وابونا هم يلي يظلمونا. تعبنا ندعس عليهم وتعبنا يدعسونا، تعبنا نحاسبهم على معتقداتهم وتعبنا يحاسبونا. لا الجامع ضل جامع وما عاد زرناه إلا للصلاة على الوفيات، ولا الكنيسة ضلت كنيسة وما عاد زرناها إلا بالمناسبات، والأديان بطلت لربنا وصارت عند أغلبنا مجرد مسميات. وشو الشاطرين فيه نحنا وشو اللي بنقدر نعمله نحنا؟ ما عاد قدرنا نعمل أي شيء غير إلقاء الاتهامات ورا الاتهامات. ويلنا نلحق لقمة عيشنا ونمشي الحيط بالحيط خايفين، ويلنا نفهم الفرق بين وراثة الدين وبين انه نكون عن جد مؤمنين، ويلنا نعرف كيف حنفتح بيت ونخلف اولاد، ويلنا نخاف على اولادنا يعيشوا بهاي البلاد، ويلنا الشرف يلي قل، ويلنا الضياع يلي زاد، ويلنا هذا الاستعباد. استعبدونا واستعبدونا قدام ربنا بس رح نلتقي نحن وخصومنا. ومن هون لوقتها فكروا منيح بانه قرفنا تفرقة وطائفية وعنصرية، فكروا منيح بانه قرفنا نتهم بعضنا ونلعن بعضنا، فكروا منيح بانه المساكين من كل الاديان عايشين مع بعضهم من زمان اصدقاء وجيران وحبايب، وفجأة بيطلع لك خبر بيحكي عن اذى طرف منا وتوجيه الشك للطرف الاخر، مع انه نحن يوميا عايشين بكل حب مع الطرف الاخر. فبتسأل حالك كيف؟ والله قلوبنا مش قاسية هيك. طب كيف؟ مين اللي عم يخطط ومين اللي عم ينفذ ومين اللي شايل كل هالحقد؟ بتسأل هالاسئلة ويردوا عليك القطعان المضحوك عليها، الحق عليكم، لا الحق عليكم انتو، وتزيد الفتنة فتنة والنار تشعلوها حتى بالجنة، ونضل نحن على هالرقعة مجرد احجار يحركونا ويمشونا ويقتلونا ويفرقونا، والاهم عندهم انهم على طول يستعبدونا. رحمة الله على كل بريء وين ما كان يكون ومن اي ديانة كان. لو تركنا ربنا نحن نحاسب ما كان عمل يوم اسمه يوم الحساب. نحن كبشر علينا انه نعدل بين الكل، ننشر الخير والمحبة مش ننشر